السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. وصفتنا النهاردة حلوة جدا، طعمها حلو، تستحق التجربة. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. عندي فراخ غسلتها ونضفتها وصفيتها، وهحط حلة على النار فيها شوية من الزبدة وشوية من الزيت. أول ما تسخن هنزل بقطع الفراخ. احنا هنا مش هنشوح الفراخ تشويحة عادي، لا احنا هنحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي وتنشف في التحمير. الطريقة دي بتخلي طعم الفراخ حلو قوي في الوصفة بتاعتنا. هقلبها من وقت للتاني لحد لما تاخد اللون المطلوب. هو ده اللون الذهبي المطلوب. نكمل بقية الخطوات. التوابل اللي استخدمناها عبارة عن فلفل اسود، كزبرة ناشفة، 7 بهارات، ورق لوري، وحبهان. هضيف ورق اللوري والحبهان على الفراخ، والتوابل هضيفها على بصلة مفرومة، وهقلب التوابل مع البصلة. بعد كده هضيف البصلة على الفراخ. هشوح البصلة مع الفراخ لمدة دقيقتين 3. شايفين لون الفراخ؟ ما شاء الله تتاكل نية. هضيف معلقة من الثوم المفروم واشوحها لمدة دقيقتين مع البصلة والفراخ. هنقلب بحذر عشان ما تتهريش الفراخ مننا. بعد كده هضيف عصير الطماطم. هضيف كمان معلقة من الصلصة. هقلب كله مع بعضه عشان يختلطوا مع بعض وياخدوا نفس الطعم. هغطي عليه واسيب كله يتشوح مع بعضه لمدة 5 دقايق. كده كله اتشوح بقى تمام. برضو في التقليب هنقلب بحذر شديد جدا عشان ما نهريش الفراخ واحنا بنقلب. هضيف حوالي كوبايتين مية، انا مش عايزة اعمل شوربة، لان الصوص اللي هيبقى في الفراخ ده هو ده اللي انا هستخدمه في الصينية اللي هدخلها الفرن، فمش عايزة صوص كتير. هضيف شوية من الملح. هغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي، ونروح نكمل بقية الوصفة.
أنا عندي بطاطس وبتنجان، هحط البتنجان في مصفى وهرش عليه شوية من الملح عشان نتخلص من السوائل الموجودة فيه. طاسة على النار واحط فيها زيت واحمر البتنجان واحمر البطاطس. ادي البتنجان خلصناه، هنحمر البطاطس كمان. كده خلاص خلصنا البطاطس والبتنجان. نروح نبص على الفراخ. دي ورقة اللوري اللي كنا حاطينها في الأول. الفراخ استوت ما شاء الله. ده شكلها النهائي. نبتدي نجهز الصينية بتاعتنا. هجيب صينية فرن وهرص فيها قطع الفراخ. ريحتها ما شاء الله حلوة جدا. هبتدي ارص بقى قطع البتنجان والبطاطس على الفراخ. هحط وحدتين على وش الصينية من الفلفل الشطة وده اختياري، وهضيف بقية الصوص اللي خرج من الفراخ هحطه على وش الصينية وهدخلها الفرن. بتطلع معانا بالشكل الجميل ده. طعمها كمان في منتهى الروعة ما شاء الله، بجد وصفة تستحق التجربة. قدمناها مع رز بشعرية، ودي كانت وصفتنا النهاردة المسقعة بالفراخ، ودي طريقتي في عمايلها. أتمنى يا رب إنها تعجبكم وتنور رضاكم، وأتمنى تكتبوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اللي لسه ما اشتركش في القناة رجاء الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. والى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.